الشبابيك أنواع، وكل نوع ليه تفاصيل بتفرق في شياكة بيتك وراحتك. هنتكلم النهاردة عن أنواع الشبابيك. أول نوع معانا الشبابيك الخشب، ودي بتبقى مصنوعة من الخشب الطبيعي، بتتميز بسهولة التشكيل وممتازة في العزل الحراري، وبتتميز كمان بإنها متينة جدا وعمرها طويل، وممكن نجددها ونغير لونها كل فترة. عيوبها بتتأثر بالرطوبة والحرارة، وبتحتاج دهانات وصيانة كل فترة. تاني نوع معانا شبابيك اليو بي في سي. الفترة الأخيرة دخلت سوق المنافسة بقوة، وده عشان كفاءتها العالية وتكلفتها المعقولة. بتتميز كمان إنها أكتر متانة وتحمل، وكويسة جدا من ناحية العزل الحراري والصوت. مش بتحتاج لصيانة في أغلب الأوقات، مش بيتأثر شكلها وعمرها الافتراضي الطويل، وكمان غير قابلة للتآكل وسهلة التنظيف. عيوبها إن أقل في التنوع الشكلي من الألموتال، وخلي بالك وانت بتشتريها لأن في أنواع كتير شبهها جودتها أقل. بس نصيحة، اختيار ممتاز لو بتدور على عزل وراحة وشياكة. تالت نوع معانا الشبابيك الألموتال. الشبابيك الألموتال فضلت تنافس الشبابيك الخشبية لوقت طويل، وناس كتير كانت بتفضلها عشان سهولة التنظيف وتنوع أشكالها. بس الفترة الأخيرة الطلب عليها قل شوية، وده بسبب ظهور اليو بي في سي، وده بيكون عشان عزله عالي وشكله شيك. بتتميز بان عمرها طويل ومش بتصدي، واشكالها كتير ومختلفة، ومنها الجرار والمفصلي والقلاب والثابت. وبتكون عازل كويس للصوت والحرارة لو استخدمنا ازاز دبل جلاس وجوانتات مظبوطة، مناسبة لكل الأماكن زي المطبخ والحمام والغرف والريسبشن. لكن عيوبه، لو القطاع رخيص العزل بيكون ضعيف، لازم صنايعي شاطر يركبه علشان يكون متقفل صح. ممكن تتآكل في حالة التعرض للمية والهواء. انت بقى بتفضل انهي نوع منهم؟ اكتب لنا في الكومنتات.